اوبا. السلام عليكم ورحمة الله شباب، شو حالكم؟ اموركم طيبة ان شاء الله؟ معكم معاذ بنباني، واليوم بنتكلم عليه الا misunderstanding. طبعا بنجاوب سؤال اللي هو قداش نحتاج باش نجيب درجة الايلتس المطلوبة، او قداش نحتاج باش اني نتحسن في اللغة الانجليزية، يعني يولي مستواي كويس. طبعا ما فيش حتى واحد يقدر يقول لك قداش تحتاج بالضبط، ما تختلف من شخص لشخص، تختلف على الظروف والامكانيات. يعني في اللي ما عندهش وقت انه هو يقرأ 4-5 ساعات في اليوم، وفي اللي عنده وقت يقرأ 10 ساعات في اليوم، يعني لا يستوون. عرفت؟ أكثر الناس يحسبوا أن اللي سافروا برا في خلال 6 شهور تقدر تدير آيلس وتحصل قبول وتخش للجامعة. طبعا هذا الكلام في أرض الواقع صعب الصراحة، يعني شبه من النوادر اللي تصير اللقطة. هي علاش؟ لأن مرات ما تشدش معاك كظروف. في اللي يبي 3-4 شهور باش يتعود على الجو الغربة هذا، ويتعود على الحياة الجديدة هذه. علاش؟ إنه بتصير لك أنت كلتشر شوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل في طلبة يحصلوا درجة الايلتس المطلوبة في خلال 6 شهور؟ الصراحة في لكن مش هلبة الطلبة، يعني نقولوا 90% ما يحصلوش فيه الايلتس في خلال 6 شهور. هذا نحكي في الجامعات الكندية اللي طالبين 6.5، و6.5 يعني مش بالأمر السهل، يعني انك انت تجيب 6.5 في خلال 6 شهور. لكن أكثر الطلبة اللي جابوا الدرجة المطلوبة راهو قارين برا، يعني قارين قبل ما يجوا لكندا. هذا الحل الوحيد اللي تقدر تديره وانت باش تحصل 6.5، أو تحصل الدرجة اللي طالبتها الجامعة أو الكوليج، يعني اللي تبي تمشي لها. لكن اللقطة القوية في الموضوع عشان هي إن الشخص انت يقعد 3-4 سنين برا، جماعته يحسبوهم فورم في اللغة، يحسبوه يعني خلاص زي ما يتفرجوا على افلام، هو بيبدا يتكلم زيهم بالضبط. فيروح ليبيا يقول نبي بناخذ اجازه اسبوع 10 ايام وبنرجع. فمجرد ما يروح ويصير موقف قدامه يضطر انه هو يتكلم انجليزي. فمجرد ما يتكلم انجليزي جماعته يشبحوا له ما تقولوا لنا حاجه يا جدعان، اي كلمتين بس على طول، يعني اخوكم مزنوق. فشدوها في جرته هو ان they won't cut him any slack. وهذا اللي صاير الصراحة. يعني في هلبة ناس انت ما تتفاجأش انها بدها تشبح ناس ليهم سنين برا، حتى 10 سنين وما يعرفش يتكلم انجليزي. كل والله في اللي ما يعرفش يتكلم بأمانة يعني. وبعدين ظروف، في اللي محتكش بالانجليزي، وفي اللي مش مقتنع بموضوع الانجليزي. يعني اللي روح عاش 3-4 سنين من غير اللغة، وموجودة هي لو في تورنتو تقدر تعيش في المدينة من غير اللغة، ما عادي، لأن في جالية عربية كبيرة وتبي تشتغل معاهم، تبي تشتري منهم، وعادي يعني ما تحتاجش الانجليزي. والحاجة الوحيدة اللي المفروض نديروها له يعني كرم سم سلاك، لأنه هو مقتنع به اللي يدير فيه. انت مال امك انت. البارم لاين إن ما تنصدمش من ناس قعدت سنين برا وروحوا ما يعرفوش يتكلموا انجليزي. والانجليزي ما تبيش مخالطة بس مع الشعب، انك انت او مخالطهم وخلاص، لا، تبي تقعميز، يعني تبي تصرف 3-4 ساعات 5 ساعات في اليوم باش انك انت تحسن مستواك، لان اكثرها كلمات، قصدي مع مفردات، ولازم وتبي الحفظ يعني، وتبي الممارسة. هذا اللي عندي اليوم، وثانك لكم جميعا. وقبل ما تسكر سبسكرايب كانك تبين ندعي لك. شكرا.